السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في مطبخ لولو. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا العيد قرب، مش باقي إلا أيام بسيطة، فقررت أعمل لكم بسكوت العيد بالبرتقال والنشادر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة فوق الخيال. زي ما انتم شايفين كده البسكوتة ناشفة ومقرمشة والنتيجة روعة. لو أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في بولة غويطة نزلت بأربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وعشان زفرة البيض نزلت بنقطتين من الفانيليا، وحطيت عليهم كوبايتين من السكر البودر، ونضربهم كويس جدا لغاية ما يبقى لونهم فاتح. انا ممكن هنا اضربهم بالعجان، بس عشان في ناس ما عندهاش المضرب بالعجان ده فقلنا نعمل بايدينا ونضربهم جدا لغاية ما يبقى لونهم فاتح زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ننزل بكوبايتين من الزيت، وبعدين هنضيف الروايح بتاعتنا دي، ريحة برتقان وريحة من الموز. وبعدين جبنا نص كوباية من عصير البرتقان وكيس فروتي ومعلقة من النشادر، هنقلبهم كويس. فخلي بالكم هي بتفور. ننزل بقى على المكونات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نضربهم كويس تاني لغاية ما يبقى المكونات بتاعتنا متجانسة مع بعض، لغاية ما يبقى لونها فاتح. وبعد كده نزلت بكيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، واي دقيق عندك، بس لازم تكون واثقه منه اللي هو كويس في المخبوزات. وبعد كده نضيفنا معلقه صغيره من البيكنج باودر. وفي الحاله ديت البسكوت ما بيتعجنش، هو بيتقلب بس لغايه ما المكونات بتاعتنا تتجانس مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل العجينه بعد ما لمتها. هكون محضره مكنه البسكوت، هي دي رقم 10. في صينيه مدهونه بالزيت هنرص البسكوت بتاعنا ونحاول نرصه كده جنب بعض. ويا ريت يا جماعة تكون صواني ألمونيا أو صاج اللي هي بتاعة المخبوزات، وبلاش صواني التيفال علشان بس توزع الحرارة كويس. وهنا هكون محضرة الفرن بتاعي على درجة حرارة متوسطة، وانا دخلتها في فرن غاز لغاية ما تاخد لون، بس من تحت لون احمر كده. وهنا ممكن تدخلها في فرن البوتاجاز بتاعك، هيبقى تحفة جدا والنتيجة فوق الخيال وروعة. ولو عجبك الفيديو اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنة وانتوا طيبين.